مشاهدي ومتابعي جريدة وقناة الوطن الدولية نيوز، أهلا ومرحبا بكم. طبعا احنا داخل علينا شهر الخير والفرحة والبركة، والنهاردة عندنا حاجات جميلة جدا في بنسي سوشي. معانا أستاذة رانيا، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا بيكم. كل سنة وأنتم طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير يا رب وسعادة، ويبقى شهر مبارك علينا كلنا بإذن الله. أمين يا رب، شهر كريم بإذن الله. احنا عايزين نعرف طبعا إزاي جت فكرة السوشي نفسها، ما إنها هي مش دارجة في الإسكندرية كتير. أكيد. والله هي كانت فكرة بنوتي بنسي. كانت في سن لسه 19 سنة، يعني ما كانتش دخلت حتى ال20. قالت لي مامي عايزة أعمل فكرة سوشي هوم ميد. فأنا استغربت الفكرة، طب سوشي يعني السوشي الناس مش أكلت سوشي قوي، كمان نعمله هوم ميد؟ طب الفكرة يا بنتي هتنجح؟ قالت لي وأنا برمي حمولي على ربنا وهتوكل. فعلا اتبنت الفكرة وعملت سوشي هوم ميد. كان أياميها في حظر، فده برضو الوقت دوت يعني اكتسبها ان الناس قاعدة في البيت ما بتخرجش كتير. فالفكرة جت من هنا ان الناس تطلب سوشي منها من البيت، فالفكرة نجحت وبدأت خاطب زمايلها واصحابها والبلوجرات في اسكندرية، فكله شجع الفكرة الحمد لله. واشتغلت ونجحت وعملت صفحة، واشتغلنا اونلاين هوم ميد من البيت والدنيا نجحت. فترة كده سنة والدنيا مشت معانا. الصفحة اتسرقت وكان عليها حوالي 15,000 فولورز أو 20,000 من أقرب الناس، يعني مش مشكلة اللي حصل يعني. الصفحة اتسرقت وطبعا جالها إحباط ساعتها. مش إحباط، هي قادرة الحمد لله. في المثل يقولك إيه، الضربة اللي ما تموتش بتقوي. فقالت لي ماما اللي خد الصفحة يشبع بيها، أنا قادرة إن أنا أعمل صفحة من أول وجديد وأقف تاني، هتبتدي تاني من أول وجديد من الزيرو، هقف تاني. عملت صفحة جديدة الحمد لله. النهاردة الصفحة سمعت 30,000 فولورز. ونجحنا. قعدنا 3 سنين نشتغل من البيت لحد ما جات لها فكرة طب نعمل مكان. اتعرض عليها تنزل مثلا بار سوشي في أي مكان، قالت لي طب وأنزل عند حد ليه؟ ده مجهودي، ونفتح مكان حتى لو صغير. فبدأنا محل صغير في سان ستيفانو على الترام، شارع عبد السلام. عارف المحل كان وش الخير علينا الحمد لله، وبفضل ربنا وبفضل الفولورز اللي هم شجعونا وهم اللي دعمونا وشجعونا وشجعوا بنسي ان هي تستمر ما تيأسش. كبرونا بصراحة وفتحنا المحل الصغير دوت. نجحنا وقعدنا فيه فترة حوالي 6 شهور، بس كان صغير. فطبعا العدد كان البنات بتيجي زمايل بنسي والفولورز بتوعنا يقفوا على الباب يصورونا ويقول لك تستاهلوا التشجيع ده وتستاهلوا الزحمه دي عليكم. بس بقى انت عارفه كجو اسكندريه طبعا، لا ده ازعاج، لا ده مش عارفه ايه. فقلنا نكبر المكان. قعدنا هناك 6 شهور والحمد لله خدنا المكان ده اكبر وفتحنا مكان اكبر بفضل الله، برضو بفضل دعم الفولورز بتوعنا والنجاح اللي احنا فيه النهارده، يعني بفضل ربنا وبفضل الفولورز اللي شجعوا بنسي وهم اللي دعمونا من البدايه من ايام ما كنا اونلاين. فالمكان ده السنه دي طبعا دخلت رمضان علينا، فحبينا ان احنا نحتفل بيكو. عاملين خيمه صغننه كده، خيمه بنسي، بنقدم فيها طبعا فطار اساسي طبعا السوشي، وعاملين عروض عشان الناس برضو ما تقولش ايه سوشي هنفطر سوشي، لا عاملين عروض حلوه قوي للسوشي. اي كومبو على اللي احنا بنقدمه عليه عروض. نودلز 2 نودلز هديه ورول فور فري فرايد مع مشروب رمضاني، مع يعني احنا عاملين وجبه هديه فوق الوجبه اللي هيجي ياخدها. ده كادو مننا ومن المكان لاي حد هيجي يفطر عندنا. طبعا في اطباق رئيسيه حتى اللي مش بيحب السوشي ما نسيناهمش طبعا، لان في ناس بتقولك سوشي ايه في رمضان. لا، في اطباق رئيسيه، انواع جميع انواع الباستا. طبعا جميع انواع الباستات. وفي اطباق رئيسيه سي فود، واطباق سكالوب، واطباق فراخ بانيه وستريبس. بينزل معاها مكرونه وايت صوص او ريد صوص مع البطاطس بومفريت. غير بقى ان احنا كده برضو عندنا بنقدم مشروب رمضاني وحلو رمضاني ده مع الوجبه. دي الوجبات اللي موجوده في الفطار. طبعا السحور برضو نفس الفكره عندنا. السحور دوت ما فيهوش سوشي. السحور لا والله السوشي شغال 24 ساعه. السوشي برضو موجود في السحور للنقنقه. بس طبعا احنا ما ننساش السحور المصري الشرقي الجميل بتاعنا كالعاده البلدي الصح بقى، فول فلافل بيض بطاطس.